انا راح الله سبحانه وتعالى بده يكتشف حقيقتكم. الله نشركم عشان يربيكم ويربي اهلكم، وتغيروا القانون في المغرب، تعملوا قانون صارم ان اي بنت بتزقطوها مع شاب. المقاهي مليانات، البارات مليانات، الشوارع مليانات، بالالافات البنات. الواحد يقدر في اليوم يبغي 500 بنت. شو انتم عندكم بلد ولا عندكم بلد دعارة؟ عاملينها بلد دعارة ولا بلد اسلامي؟ انا مش فاهم. فلتين البنات هيك دشرات على حل شعرها، شو ما فيش عليهم مراقبة؟ انا هذه الرسالة بوجهها الى الحكومة المغربية والى خاصة للملك محمد السادس اللي ما بيعرف عنها البلد اشي. بحب اقول لك يا ملك المغرب، صدقني انا بحبك، ومشان هيك انا اخترت المغرب وتزوجت مغربية. انا بقول لك هذا شعب لازم تدعس عليه بالصرماية. انت الحكومة لا تعطوهم لا حرية، والبنت اللي بتزقطوها اسألوها اعطيني بطاقتك، ظلين دشرات في المقاهي وبنتك. لازم هذا الاشي توقفوه، لانه صار كثر حبيبي. صارت هذه بنت تعديل لك 100 بنت، صارت الشغلة تجارة. صارت الشغلة تجارة حبيبي. صارت الوحدة تذوق لك طعم 500 درهم في اليوم، صار بدها 5000 درهم حبيبي. شو اليوم السعوديين بيطلعوا مع 5 بنات. ما واحد سعودي ساكن في العمارة اللي أنا فيها 5 بنات بيجيب في اليوم في المعارف. حتى واحد يهودي بيجيب كل يوم 5 بنات، بيجي من إسرائيل بس عشان البنات والمخدرات. بقول لك الكوكايين في المغرب أرخص من إسرائيل. واحد يهودي كل شهرين بيجي مرة على المغرب، ويا حبيبي اليوم مع 5، والآخر يسكن في العمارة كان اللي أنا فيها نفس الشيء.